هلو هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض بيتزا على السريع كده. حوالي 3 كوبايات دقيق، وكيس خميرة، كيس لبن بودرة، زيت نباتي او زيت ذرة، وشوية زعتر. حطينا الزعتر الناشف والمكونات الجافة دي كلها على بعض على الدقيق، ورشة ملح بسيطة جدا، وشوية سكر، حوالي معلقة سكر ولا حاجة. الأول حطيت الزعتر وهحط الملح. حطيت اللبن البودرة طبعا، وحطيت الكيس الخميرة. هحط معلقتين سكر كبار اهو. هحط دلوقتي حوالي 3 معالق زيت كبار. آم، ممكن تحطوا اقل من كده لو حابين يعني، بس هو المفروض ان الزيت يخليها طرية يعني. بعد كده هنعمل صلصة البيتزا. مكونات بسيطة قوي: صلصة، زعتر، توم باودر، بصل باودر، بس. البولة بتاعتنا اهي، هنحط فيها الصلصة الاول. حسب ما انتوا حابين او حسب الصينية اللي معاكوا هتعملوها قد ايه. انا حطيت حوالي معلقتين كبار صلصة، وبعدين هحط عليهم رشة توم باودر ورشة بصل باودر. وهفرك الزعتر بايدي كده عشان يبقى طري وناعم يعني اهو. انا بفرمه بايدي كده، ممكن تفرموه مثلا في الخلاط او زي ما تحبوا. اهو بسيط قوي يعني، مش مستاهل الموضوع. هقلبهم بقى كويس قوي عشان كل المكونات تمتزج فيها مع بعض. احط بقى حبة زيت صغنطاطين خالص، يعني مش كتير، عشان بس يعني ايه، يمشوا الدنيا كده، يخلوا الدنيا متجانسة اكتر والمكونات تخش جوه بعض. لو عندكم اي افكار او اي اقتراحات اكتبوها لنا في الكومنتات. وحابة اشكر حبايبنا اللي بيخشوا لنا من القنوات وصحابنا منورينا. حابة اشكر المشتركين القدام والمشتركين الجداد منورينا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان يوصلكوا كل جديد. بعجن بالمية بقى لحد ما تطرى وتنعم كده معايا اهو. بصوا، عجنت بالمية، بسيبها ترتاح طبعا ساعتين 3 مثلا ولا حاجة عشان تخمر وتبقى كويسة، وبعدين بفردها في الصاج بتاعي او في الصينية حسب ما بتستخدموا. انا هحط عليها خضار، بس ممكن تحطوا عليها سلامي او تركي او سجق او اي زي حاجة، اي حاجة زي ما انتوا عايزينها، فراخ، لحمة، زي ما تحبوا. انا بس هحط خضار، بصل وطماطم وفلفل، قطعتهم طرنشات كده اهو. مش تخينة قوي على فكرة، طرنشات تميل الى الرفع يعني. آم، هحطهم بس على وش البيتزاية، مش هحط لحوم يعني. اللي عايز يحط لحوم او فراخ يقدر يحط زي ما هو عايز. هقلب بقى الصلصة كده كويس قوي اهو. بصوا بقى القوام بتاعها شكله ايه، لطيفة جدا ويعني مخدتش وقت. هفرشها بقى على العجينة. البيتزا دي يا جماعة على فكرة انا بعملها بالليل. لما نجوع بالليل ولا حاجة، بسيبهاش تخمر كتير على فكرة، بسيبها تخمر ساعة واحدة بس، ممكن اقل من كده كمان. او ساعات اسخن الفرن مثلا واسيبها تسخن فيه نص ساعة وخلاص، تخمر وتبقى حلوة. واعملها على طول وبتطلع لطيفة جدا يعني. لو وقت لما نجوع بالليل او كده فاعملها وتبقى لذيذة جدا يعني. احط بقى الحاجة، البصل والطماطم وكده. حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات تجيلكوا، وسيبوا لنا كومنتات، بنحب قوي نسمع آرائكم. اهو بوزع بس الحاجة كده. هوزعها كلها.
ممكن تحطوا الجبنة على طول من غير الخضار خالص. بس انا بحب يبقى فيه خضار. ممكن تحطوا زيتون. طبعا البيتزا من الحاجات اللي هي عملية جدا، ممكن تحطوا فيها اي حاجة بتطلع لطيفة جدا بصراحة. يعني ايا كانت المكونات بتطلع لذيذة، او تحطوها سي فود، تحطوا تونة، اي مكونات بصراحة بتطلع لذيذة. هرص بقى الطماطم. بحاول بس اوزع الحاجة عشان الخضار ما يبقاش متكتل في حتة واحدة. متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وقولوا لنا في الكومنتس حابين ان احنا نعمل فيديوهات عن ايه، حابين نتكلم في مواضيع ايه، حابين اكلة معينة نعملها. اهو رصيت كل الخضار خلاص اللي انا عندي. بعد كده هحط الجبنة. انا بصراحة بستخدم باندا. ولذيذة جدا بصراحة ولطيفة. ممكن تستخدموا اي نوع تاني انتوا بتحبوه، مثلا الحمد او دومتي او اي نوع. بس الباندا انا جربتها كذا مرة بصراحة وكانت لذيذة يعني. وطبعا الجبنة الموتزاريلا بتعتمد مش بس على جودتها، بس على درجة الحرارة برضو وعلى طريقة استخدامها. في ناس ممكن الاول يحطوا الصينية في الفرن تستوي شوية وبعدين يحطوا الجبنة. كنت بعمل كده في فترة بصراحة، بس انا ساعتها كنت مستعجلة وحطيت كله مع بعضه. وبصوا طلعت برضو ما شاء الله جميلة وجبنة سايحة وكل حاجة تمام التمام بصراحة، ما شاء الله طلعت جميلة جدا واتاكلت في ثواني طبعا. اهو بصوا الجبنة سايحة ولذيذة جدا. هقطعها. انا بحب اقطعها بصراحة مربعات كبيرة كده عشان تملى العين كده وتشبع وتبقى لطيفة. اهو. ممكن تقطعوها مثلثات او مكعبات صغنطاطة زي ما انتوا حابين، او حتى ممكن تعملوها ميني بيتزا اللي هي صغنطاطة قوي دي بتبقى برضو لذيذة، بس انا بحب اقطعها مكعبات كبيرة كده. تشبع وتفرح. اهو. بصوا ما شاء الله الجبنة ومطتها جميلة ازاي. جربوها وقولولي عجبتكم في الكومنتس. وبألف هنا.